الله اللي قسم الأرزاق. الله عادل. العادل إذا توزع بضائع مختلفة، هذا قماش ورز وسكر وسيارات وشيء، إذا واحد نقص عليه من نوع يزيده ربنا من نوع آخر. ربنا عادل، وهو الذي يرحم عباده، هو خلقهم وهو تعهد برزقهم. ربنا أقسم بالقرآن بكثير من مخلوقاته، لكن في باب الرزق شو قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص، ما دام ربنا يقول أن الرزق في السماء ينبغي أن نصدق. فأكد ربنا قوله، وقوله لا يحتاج إلى تأكيد بالقسم، وأقسم هنا بذاته. قال فورب السماء والأرض إنه لحق، حق بلا شك، حق. فأكد حقيته بقسمه بذاته جل وعلا، ثم أكد ذلك بمثل محسوس ملموس مشاهد. قال مثل ما أنكم تنطقون. هلا أنا أنطق، هل أشك بإني أنا أنطق؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا ضاق على واحد رزقه وأحب أن يتوسع، ماذا يعمل؟ يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من كل ضيق، واقع في ضيق، المخرج بتقوى الله. فالمسلم شوفوا، أول شيء يعتقد أن الرزق مقسوم. هل معنى هذا أنه إذا كان رزقي مقسوما أني أرضى وأقعد ولا أوسع تجارتي ولا أسعى إلى رفع درجتي إذا كنت موظفا؟ لا لا لا، تعمل كل هذا. عليك أن تعمل، تبذل جهدك كله، تعمل كل الوسائل المشروعة لزيادة الرزق، لكن بعد ذلك ترضى بما قسم الله.